روتين تجهيزات العيد. بجد من الفيديوهات اللي انا بحبها جدا، اللي بتبقى مليانة كده فرحة وسعادة وطاقة ايجابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة. الفيديو النهاردة مختلف تماما، فيديو تجهيزات العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية كلها. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا اللي طبعا يعني شلت بقى المفارش وبتاعت رمضان وكل حاجة كده تخص رمضان. بصراحة شلتها، ولكن أنا ما صورتش خلاص. ونضفت بقى الريسبشن وغيرت الكفرات بتاعة الكنب، بتاعة الأنتريه ده يعني. وشلت المفارش اللي على الترابيزة وشلت الفوانيس وشلت كل حاجة خلاص تخص رمضان. غسلتها بقى وشلتها رمضان الجاي إن شاء الله، إن عشنا يعني ولينا عمر إن شاء الله. ربنا يا رب يديكوا طولة العمر كلكم. فبصراحة أنا ما صورتش، كان اليوم ده بقى كان سريع في سريع كده. ونضفت وفرشت ومسحت الارض وبدلت سجاد وعملت الكفرات كده زي ما انتم شايفين، ولكن صورت لكم بقى الشكل النهائي خلاص. بس كل سنه وانتم طيبين، وحطوا بقى لايك للفيديو واكتبوا لي كومنت قمر كده. وهنحضر بقى الحاجات بتاعه العيد. انا ما عملتش كحك السنه دي، كحك او كعك زي ما انتم ما بتقولوا، انا بقول كحك تمام. فانا ما عملتش بصراحه، فجبت جاهز. فتعالوا بقى نظبط كده تشوفوا التنسيق بتاعي. انا بحضر الحاجات ازاي وبظبطها ازاي يعني. خلاص. حاجتي بسيطه جدا يعني، ما عنديش بقى الاطباق بقى والحاجات اللي هي الجديدة دي، لكن عندي حاجات بسيطة كده. فانتي برضو حاولي تنسقي كده بالموجود عندك، يعني مش لازم تشتري بقى اطباق وتشتري حاجات عشان تحطي فيها الكحك بتاعك او تحطي السوداني والكلام ده. لا، الموجود طلعته بصراحة. فانا كان عندي الكاندي ده يا بنات، فحطيت فيه بقى الكحك ده يا بنات بعين الجمل. ده جايباه من عند خالد. انا خالد ده بقالي تقريبا بتاع 3 سنين او تقريبا يعني 3 مرات كده بجيب منه، حاجته بتعجبني خلاص. الكحكايه بتاعته يا بنات مش ناعمه كده ان انتي تمسكيها تلاقيها بتتفرفت منك، لا بصوا. هي حلوه بصراحه يعني، انا بحبها كده، مش بحبها ناعمه قوي. ولكن انت لو بتحبي الكحك الناعم قوي ده، لا مش هيعجبك ده. ولكن انا بصراحة ده بحبه، في البيت عندي بيحبوا الحاجات بتاعته. جبت الكحك جبته بعين الجمل. وجبت بتيفور يا بنات. هبتدي بقى عايزه اقول لكم ان الطبق ده اصلا كان طبق فاكهه تمام، اللي هو ليه قاعده كده. القاعده بتاعته برضو بتبقى ازاز. القاعده انفصلت مش اتكسرت، لا اتخلعت كده بحالها وهي سليمه. فاهمين؟ بس فخدت الطبق ده بقى وقلت هحط فيه كده البيتي فور، وهحطه غريبه اعمله كوليكشن كده تمام. ولكن انا الكحك علشان بسكر، فحطيته لوحده كده في الكاندي تمام. بس المهم تعالوا بقى نحط كده شويه بيتي فور. انا بحب يا بنات يعني انسق كده في اطباق وفي حاجات تبقى سهله الاستخدام، بحيث لو حد جالك، لو الولاد يبقى في متناول ايديهم. ما تروحيش تجيبي العلبه وتفتحي وتحطي وتجيبي طبق والكلام ده. لا، انا بحب انسق كده، بيبقى الموضوع سهل جدا لما بيشوفوا الحاجه قدامهم. بيقعدوا يلقطوا كده، فاهمين؟ غير لما بتشيلي العلب في مكان بقى وبتبقى مش قدام عينيهم، فممكن ينسوا ان هم ياكلوا منها. ولكن انتوا هتشوفوا بقى التنسيق بتاعي، هو تنسيق بسيط جدا يعني، ما فيهوش اي افتكاسات. هنا يا بنات كنت جايبه سابليه برضو. بصوا انا مش متذكره الاسعار بصراحه. بس فكنت جايبه السابليه ده. السابليه بتاعه حلو جدا برضو، بيعجبهم جدا وبيعجبني انا شخصيا برضو. فالطبق ده بقى هحط فيه كده السابليه والبيتي فور، وهحطه غريبه. انا عندي بس واحد بس من ولادي بيحب الغريبه، هو وباباه. فكنت جايبه كيلو بس، ما كنتش جايبه كتير. على فكره الغريبه بتاعته ناعمه يعني، انا ما اكلتش منها بصراحه، مش بتحبني هي يعني. بس ولكن اللي اكل منها قال لي لا دي ناعمه وطعمها حلو يعني. فالمهم بقى انا حطيت هنا البيتي فور والسابليه والغريبه. وتقدري بقى لو انت هتحطيه في طبق مفتوح زي ده، وبالذات انا عشان عندي قطه كمان في البيت. ف حتى لو ما عندكيش قطه، ما ينفعش اللي انت تسيبي كده الحاجات كده مش متغطيه. تقدري بقى تغطيها بستريتش او بورق فويل.
انا بعد ما خلصت كده رحت مغطياها بورق فويل بصراحة، بعد ما حطيتها على الترابيزة اللي انا هحطها عليها دلوقتي. هنا كنت جايبة قرص برضو من عنده، جبت قرص سادة وقرص بالعجوة، جبت علبة وعلبة. بس انا ما كترتش بصراحة، لاني انا عندي بيحبوه كل حاجة، ولكن يعني ما كترتش. دي قرص سادة. كنت جايبة برضو واحدة تانية بالعجوة، ولكن ما فتحتهاش بصراحة، قلت لما دي تخلص. هنا بقى بصوا العوض الجميل. عارفين ايه العوض الجميل؟ لما يبقى عندك ابن كده حنين عليكي وبجد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر يعني عليه، يا رب يحفظه ويحميه ويخليه ليا. لقيته داخل عليا جايب البسكوتات دي، وجايب حاجات كده في الكيس، انا هوريها لكم خلاص. بس فبجد عايزه من خلال الفيديو ده بجد بشكره جدا، وبدعي ربنا كده ان هو يفضل حنين عليا كده على طول، ويحميه ويخلي لكم ولادكم برضو كلكم يا رب، ويبعد عنهم اي حاجه وحشه ويحفظهم يا رب. وجاب لي الشوكولاتات دي، بصوا الشوكولاتات اللي هي عامله زي الاحجار دي، وجاب لي اللي هي السوداني اللي بتبقى عليها كفر كده من الشوكولاته، وجاب لي البونبوني ده. بصوا جاب لي شويه حاجات كده، ايه فرحه العيد، فهو بيحب يفرحني، ربنا يفرح قلبه يا رب. بس فالمهم بقى ايه، كان عندي يا بنات الكوسترات دي اللي انا كنت جايباها في رمضان، اللي هي الهلال والفانوس والنجمه، فدول انا ما شلتهمش بصراحه، فقلت ايه هخليني بقى ايه هحط فيهم الحاجات دي. رصيت بقى إيه البسكوت اللي هو بالشوكولاته ده، وحطيت البونبوني كده في الكوستر ده، وهحط برضو ايه الاكياس اللي هي فيها الشوكولاته دي اللي هي زي الاحجار، بحبها قوي على فكره. هو بصوا جايب الحاجات اللي انا بحبها، الشوكولاته دي اللي هي زي الاحجار دي انا بحبها جدا. بصوا عماله القط، حطيت كده شويه منها، وهنا السوداني كده متغلف بالشوكولاته ده برضو بيبقى طعمه حلو قوي. بس فحاولوا ايه يعني إيه تنسقوا كده بالطريقه ايه يعني انت وذوقك بقى، انا بديكي كده افكار اللي انت ايه تنسقي بيها. عندي بقى التمريه دي اللي هي بتاعه البلح، انتوا عارفين اللي انا بحب استغلها قوي بقى، مش بلح وخلاص في رمضان لا، حطيت فيها برضو شويه بونبوني، كان عندي 2، وهحط برضو هنا ايه شويه بونبوني. تمام، مش شرط بقى اللي احنا نحط فيها بلح والرمضان يخلص خلاص اشيلها، لا استغليها في اي حاجه. عندي يا بنات دي برضو كانت عندي من زمان على فكره، ما اشتريتش اي حاجه، الحاجات دي كلها كانت عندي اللي هي اللي انا بنسق فيها يعني. فدي اللي بيتحط فيها اللب او السوداني، بتقشري كده وتحطي في الحته اللي جوه دي القشر، فاهمين يعني تحطوا السوداني من فوق والقشر كده ايه من جوه. حطيت فيها بقى كده سوداني، السوداني ده متحمص جاهز. واللب السوري، بص انا بقى ايه بعشق اللب السوري يعني، ولا تقولي لب اسمر ولا لب ابيض، لا انا بحب اللب السوري جدا. فكنت جايبه هنا برضو لب سوري، وجبت سوداني. انا ما عملتش ترمس السنه دي يا بنات، ما اعرفش فاتني ولا ايه ولا نسيت، ما عملتش ترمس. هنا بقى لب وسوداني، وحطيت بقى القرص نسقتها. العلبه اللي فيها القرص دي يا بنات دي كان فيها كنافه، كانت جايه لي في رمضان، فما رميتهاش، غسلتها وحطيتها العلبه دي او اللي كان فيها الكنافه دي حلوه قوي يعني، الخامه بتاعتها حلوه. قلت بقى ايه هحط هنا في الترابيزه، هنا الترابيزه دي يا بنات في الريسبشن، فقلت بقى عشان تبقى ايه قصاد الولاد كده في الرايحه والجايه بقى ايه ياكلوا ويلقطوا، و هنسق بقى كده ايه بالشكل ده. اوعي تكوني ما حطيتيش لايك للفيديو، واكتبي لي بقى الكومنت الحلو كده اللي شبهك بجد. وشكرا لدعمكم ليا، وشكرا بكل حد جديد نورني في القناة، بجد اهلا وسهلا بيكم، نورتوني. عايزه اقول لكم بقى ان اللي انا اصلا الفتره دي يعني انا النهارده اهو تاني يوم العيد، الحمد لله المطبخ اجازه اجازه ومقفول، فعشان كده انا مش عارفه اصور لكم وصفات اكل، بس ان شاء الله كده بعد العيد ان شاء الله المطبخ هيتفتح تاني، وهنقف تاني، وهنعمل وصفات حلوه كتير مع بعض. اول يوم العيد بصراحه خرجنا واتغدينا بره، فما وقفتش في المطبخ، والنهارده تاني يوم برضو ناويه والنيه لله اللي انا برضو ما اقفش في المطبخ. تمام، بس هنطلب اكل بقى او ننزل او كده، لسه بصراحه ايه ما ظبطتش يعني. المهم يا بنات انا لما نسقت الحاجات دي كان اول يوم العيد يعني الصبح كده، كان قبل الصلاه. تمام، يعني صليت الفجر، وبعد كده ابتديت انسق كده الحاجات دي. خلاص هوريكم بقى دلوقتي الاجواء عندي في الشارع، بجد تحفة. انا عايزة اقول لكم ان الاجواء عندي في الشارع في رمضان والعيد
بجد بسم الله ما شاء الله، بجد حاجة كده إيه قمر، بجد عارفين أبقى قاعدة في شقتي كده وأنا ما بانزلش بصراحة أصلّي التراويح، أنا باصلّيها في البيت، فتبقي قاعدة كده في الشقة وتحسّي كده إن الجامع في بيتِك، الصوت بقى والصلاة والأدعية بجد ما شاء الله، وأجواء العيد برضه جميلة جدًا في الشارع عندي. هنا بقى إيه، قُلت أبخّر بقى، البخور بقى بُصّوا أنا كنت بابخّر في رمضان، ولكن ما كنتش بابخّر الصبح زي ما أنتم عارفين إنه يعني بيقولوا إن هو مش مستحب، ولكن كنت ساعات بابخّر إيه، بعد المغرب كده. فالنهارده بقى إيه، خلاص بقى رمضان خلص على خير، ربنا يا رب يتقبّل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. هنا بقى خلاص بخّرت يا بنات، بُصّوا الشارع عندي لصلاة العيد. عايزة أقول لكم إن بيبقى من أول الشارع لآخره، بجد، بجد ما شاء الله، ما شاء الله بجد بتبقى حاجة حلوة أوي، أجواء كده بتاعة العيد وفرحته كده مختلفة تمامًا. وكانوا يا بنات حاطين كده اللي هي فيها بالونات كتير كده، وبعد العيد بقى بيفكوها كده وبتنزل على الناس كده وعلى الأطفال وبيبقوا فرحانين جدًا، وكنت باتفرّج على الحاجات دي من البلكونة عندي تحت البيت. أنا برضه ما نزلتش بصراحة صلّيت العيد، ما نزلتش العيد ده أنا صلّيت يعني. بُصّوا بقى يا بنات البالونات بجد تحفة، عارفين بافضل واقفة كده عشان إيه، أتفرّج عليها بجد، بتبقى حلوة أوي، بجد بتبقى فرحة كده ربنا يفرّح قلوبنا كلّنا يا رب. بُصّوا بجد أجواء بجد حلوة أوي، بُصّوا بجد ما شاء الله، بُصّوا بجد فظيعة. ده الفيديو يا بنات بتاع النهارده، أتمنى إن هو يكون عجبكم، وعايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وعيد مبارك وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. حطّي بقى لايك للفيديو، واكتبي لي بقى الكومنت القمر ده، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله، الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله كلّها هتعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.